كاظم من العراق كان يتحدث عن الجرائم الحرب التي حدثت. هل يمكن أن ترفعوها إلى محاكمات دولية، خاصة وأن هناك العديد من التقارير من أهمها أيضا منظمة هيومن رايتس ووتش التي قالت بأن هناك جرائم ضد الإنسانية حدثت على يد الجيش الإثيوبي منذ دخوله، خاصة بعد عام 2008 منذ بداية عام 2008؟ أقول لو كانت هناك دولة تدان في حقوق الإنسان في مستوى العالم، لا أقول مستوى إفريقيا، هي إثيوبيا في تاريخها. أتعلم أن منيلك وهو اللي كان قبل الآن أكثر من قرن عندما استولى على هرر أمر بالجيش 40 يوما أن يفعلوا ما يشاء. فهناك كاتب فرنسي كتب تقرير، ذاك مستشرق كان ذاك الوقت، يقول تحولت هرر من مدينة حضارة إلى مدينة وحش. يقول يوم واحد قتل في هرر أكثر من 40,000. عندما جاء مانجستو بعده ماذا عمل؟ أباد شعب الأوغاديني برمته. ثم عندما الآن جاء تكراويون برئاسة ملا زناوي ماذا عملوا؟ خليني أعطيك فقط يعني شيء بسيط جدا، إحصائية في ال4 أشهر الأخيرة فقط، اترك كل الماضي. مجموع الذين قتلوا في 4 أشهر الأخيرة في أوغادين من المدنيين فقط 5819. في مدينة جيجيغا وحدها 1500 مدني قتل. عدد الذين اغتصبوا من النساء 93 في فقط 4 أشهر الأخيرة. عدد الذين متواجدون في السجون الإثيوبية 21,700 في 4 أشهر الأخيرة. لكن أنا أستغرب عندما يطالب أن هناك ضابط أو جرنال سوداني لازم يقدم للمحاكمة ولا يقدم في إثيوبيا. اترك كل هذا، المجاعة التي تحصل في أوغادين من وراءها. أتذكر أن الجمعية الخيرية الإسلامية، الجمعية الخيرية في أوغادين أوغادين ويلفير سوسايتي قدمت 80 ماطور للزراعة، فركبت في النهر لاستخراج المياه وللزراعة. في اليوم الثاني جاءت القوات الإثيوبية ونزعت كل المواطير، والشعب الأوغاديني الصومالي الغربي في أوغادين يموت في حافتي الأنهار، أرض خصبة جدا لأجل المجاعة. فنحن نقول لو هناك جهة تستطيع أن تقدم للمحاكمة في حقوق الإنسان لدولة، هي الإثيوبية، هي الدولة الأولى. دولة إسلامية في برنامجكم، وأيضا رسائل قصيرة أتت للبرنامج. السؤال من حسام من غزة يسألكم حول هل حاولتم الاتصال بنقاط دعم عربية لتحقيق الاستقلال؟ وعلى عكس من ذلك يسألكم قويدر العربي من الجزائر ما هي خياراتكم بعد تخلي الدول العربية وعدم الدعم العربي عنكم يعني؟ بسم الله. بالنسبة لمشروعنا، أولا الشعب مسلم 100%، لا يوجد أي أقلية مسيحية أو حتى عوام ما عندنا. وبناء عليه فالشعب المسلم لا يصلح له إلا الإسلام. وهذه الأسئلة طرحت في الآونة الأخيرة لأجل فصل بين المسلم ودينه. فنحن لن نجري وراء هذا السراب الذي لا يقدم ولا يؤخر. إذا كانت ديمقراطية الغرب تفعل ما تفعل في العالم الإسلامي، فنحن إن شاء الله تعالى لن نجري وراء سراب لا يغني من جوع. شعب في أوغادين شعب مسلم إفريقي ذو جذور عربية له 300 سنة حضارة، عاصمته هرر، ونريد أن يرجع على ما كان عليه وهو يريد، هذا خياره. الموقف الدول العربية. الدول العربية إخواننا في العروبة، إخواننا في الإسلام. يكفيني أن أقول يا إخواننا، كان يوما من الأيام يحكمها هرر عربي مسلم. كانت يوما من الأيام هذه مهبط الوحي، هجرة الصحابة كانت في هذه المنطقة. ينبغي للمسلم العربي ألا ينسى هذا الشعب إلى هذه الدرجة. أعطيك مثال بسيط. المنسق بالوزارة الخارجية الإثيوبية للمساعدات الخارجية أصدر تقريرا في عام 2005 يقول أن ميزانية الدولة 80% هذا العام كانت مساعدات غربية من الخارج. شوفي نحن أمام من؟ إذا كانت إثيوبيا عبارة عن مساعدات غربية إلى هذه الدرجة، فنحن أين إخواننا يا أحبابي؟ وبناء عليه أقول ينبغي لإخواننا العرب والمسلمين أن يغيروا موقفهم من هذا الصبات العميق وهذا النوع. بالنسبة للخيارات، وما خياراتكم بعد ما خذلتم؟ نحن أولا لا نعترف الخذلان. الأمة
تمرض ولا تموت، وهم إخواننا أمس والغد واليوم، وخياراتنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى، ثم على شعبنا، ثم هذه الأمة المعطاة والتي نرجو لها كل التوفيق والخير إن شاء الله. يعني هذه المرارة ليست المرارة الأولى التي يتحدث بها أحد المقاومين أو المناضلين على الأرض من قبل الدول العربية، لعلها تكون الأخيرة. سيد إبراهيم، يعني دعني أخذ أيضا بعض الاتصالات وأعود لنتحدث في نقطة رئيسية، وهي موقفكم من إثيوبيا والحوار معها، ولكن نأخذ مشاركة من